السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده فيديو جديد من فيديوهات المغالطات المنطقية، السلسلة المحببة إلى قلبي، واللي هي بصراحة بتجيب مشاهدات قليلة جدا يعني، بس مفيش مشكلة. في واحد محترم قال لي كمل في السلسلة دي، عايزين يعني نسمعك بتتكلم عن المغالطات دي. فالراجل ده أنا بحييه من موقعي هذا، ولو حد تاني قال زيه برضه حبيبي وعلى راسي يعني. قلت استغل الموضوع ونتكلم عن مغالطة اسمها مغالطة الاحتكام للسلطة أو الابيل تو اوثوريتي. خلينا نتكلم على موقف من المواقف اللي بنشوفها كتير في حياتنا عشان تفهم فكرة المغالطة دي. في شوية شباب قاعدين مع بعض، واحد بيقول لاصحابه انا سمعت الشخص الفلاني بيقول ان شرب المية الكتير مؤذي، والكلام ده صح. عارف ليه؟ فهتقول له ليه؟ يقول لك عشان الشخص ده مشهور هو قال كده. طيب هو العقل بيقول ايه؟ ان احنا نشوف المعلومة منطقية ولا لا، وايه الدليل عليها، ويكون اللي بيتكلم في المعلومة دي حد مختص في الحتة دي. هتقول لي هو مش ده العادي؟ اقول لك لا، ما هي المغالطة بتاعتنا النهاردة فكرتها ان انت ممكن تلاقي واحد مشهور في مجال معين وبيتكلم في مجال تاني. تقول لي لحظة واحدة، هو مش وارد او المفروض انه عادي ان الانسان يقول رايه؟ اقول لك طبعا. انا على الفيسبوك ساعات بنزل بوستات بقول رايي في بعض الترندات، رايي ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، وبقول يا جماعه ده رايي لا يحتذى بيه، ما تاخدش رايي، ده رايي الشخصي بتاعنا، اسمه رايي يعني انا اللي املكه مش بتاعك، ما تتصرفش بيه. بعكس لما اروح ايفنت في جامعه واكون محضر برزنتيشن هتكلم عن مجال الاي اي مثلا، دي حتتي، مجال البرمجه والاي اي دي حتتي دلوقتي، بتعلمها وبزود من معلوماتي كل يوم، ربنا كرمني وبقيت مشهور في الحته دي، فبتكلم في الحته دي وبالادله. يعني ممكن حد يطلع يقول لي اللي انت بتقوله ده غلط، اقول له لا ثواني اهو اتفضل اهو الدليل. فانا هنا بتكلم بالدليل وبالحجه وفي حته بتاعتي كده. طيب ما في مشكله في الكلام ده؟ لا، هنا ما فيش مشكله. لكن تعالى في واحد مشهور في مجال الكوره مثلا، لعيب كوره عالمي نجم فيش منه في الحته بتاعته، بطل بجد حلو كده، يروحوا مستضيفينه في برنامج يبدا يحكي للناس عن الاي اي. ايه رايك في مجال الاي اي؟ السؤال اصلا عبثي، مش ده الشخص اللي تساله السؤال ده، مش حتته. اساله في الكوره، حتته اللي يجاوبك فيها، ويجاوبك فيها اجابه نموذجيه فظيعه، محدش هيعرف يجاوب زيه غير واحد جامد في مجاله. فهنا المغالطه بتاعتنا ان في ناس بتاخد كلام اي حد صح علشان هو مشهور، مش علشان مشهور في مجاله. مع العلم ان انت حتى لو مشهور في مجالك مطالب انك تحط ادله برضو للناس، يعني حتى لو بتتكلم في حتتك ومشهور فيها لازم يكون في دليل للناس. فالمفروض نسال نفسنا دلوقتي سؤال بسيط، هو الكلام بيبقى صح عشان مين قاله، ولا علشان الكلام ده بيكون منطقي وفيه دليل وحجه وحد بيثبته لك؟ تقول لي المفروض انه يبقى فيه دليل وحجه وحد بيثبت لك الكلام ده عشان نعرف ان هو صح. المغالطه بقى بتاعتنا النهارده فكرتها ان حضرتك مشهور في مجال، فاي حاجه تقدر تتكلم فيها، والمفروض ان كل كلامك يكون صح عشان انت مشهور في واحد من المجالات، فده بيدي لك الحق تتكلم في كل المجالات التانية. خلي بالك انا هنا مش بمنعك تقول رايك، قول رايك، بس لا تتصدر لان انت تتكلم في الحته دي عشان هي مش بتاعتك ببساطه شديده. يبقى لو حبينا نعرف مغالطه الاحتكام للسلطه كده ببساطه نقول عليها ايه؟ مغالطه الاحتكام للسلطه انك تعتبر اي راي او موضوع صحيح علشان الشخص اللي قاله شخص مشهور او صاحب مكانه عموما، من غير ما تناقش الدليل نفسه. يعني احنا بنبدل السؤال بطريقه غلط، بدل ما نقول هل الكلام ده صحيح وايه الدليل عليه، بنقول ايه؟ مين اللي قاله. هي دي المغالطه بتاعتنا. تعالى في حياتنا على السوشيال ميديا نشوف واحد كاتب بوست كاتب فيها ايه؟ الاكل ده صحي علشان في دكتور فلاني الفلاني قال الكلام ده. فالناس دكتور فلاني الفلاني ده عنده متابعين كتير جدا، فاحنا بصينا للشهرة بس، شخص مشهور، بس في حاجات تانية محتاجين نعرفها. هل الدكتور ده متخصص في الحتة دي، ولا حد اصلا دكتور في مجال تاني بس مشهور وعنده متابعين فخدنا كلامه ثقة؟ هل في دراسات على الكلام ده هو نزلها، ولا برضو قال الكلام بس من دماغه وشكرا كده؟ هل الكلام ده اتراجع من حد تاني والناس اكدت عليه، ولا برضو مفيش الكلام ده؟ في ناس بتاخد الشهرة شكرا، دكتور مشهور عنده متابعين كتير جدا فقال الكلام فخلاص عشان هو اللي قاله. خلي بالك ده انا بكلمك في حاجة هنا خاصة بالطب، ممكن نطبق نفس الكلام ده على حاجة بعيدة عن الكلام ده خالص. يعني ممكن نلاقي بوست دكتور قال حاجة في حاجة بعيدة عن الطب تماما، بس عشان هو مشهور فالناس خدت الكلام ده ثقة، ده دكتور مشهور عنده متابعين فالكلام اللي هو قاله ده صح. ممكن يكون الكلام ده في مجال التجارة، في مجال البيزنس، في مجال التسويق، مجال المحاماة، بس هو مشهور فهناخد الكلام ده كلام سليم. افهمك المغالطة بشكل اقرب شوية لمجالنا. في واحد من المشاهير في مجال البرمجة طلع قال الفريم ورك الفلاني ده فريم ورك فاشل، تمام كده؟ ده مشهور عنده متابعين كتير وقال الجملة دي. طيب هل انت قبل ما توافق على كلامه جربت الفريم ورك ده بنفسك؟ هل شفت استخدامه مثلا في مشاريع كبيرة؟ هل قارنت بينه وبين الفريم وركس التانية؟ ولا مجرد ان شخص مشهور قال رأيه فيه فخلاص الموضوع انتهى معاك؟ هنا المغالطة بتاعتنا. السلطة حلت محل التفكير، بدل ما تفكر وتشوف الأدلة وتقارن وتجرب بنفسك، السلطة اللي هي شهرة شخص في المجال حلت محل ان انت تفكر. خدت الكلام
بتاعه ثقه عشان هو مشهور. طيب يعني انت دلوقتي بتشككنا في اي حد مشهور بيقول حاجه فلازم يعني ان تبقى المغالطه دي موجوده؟ لا خالص، في فرق شاسع، واللي انا قلته واضح جدا بس هوضحه اكتر. في فرق بين الكلام صح عشان فلان الفلاني قاله، او ان الكلام ده صح عشان فلان الفلاني قاله ومعاه الدليل وهو بيتكلم في حتته. طيب ايه صفات الانسان الخبير ده يعني عموما في اي مجال؟ الخبير من صفاته انه بيقدم ادله، مش بيقول لك انا كلامي هو الصح وخلاص، بيقدم ادله. تقول له الكلام ده مش واثق فيه، يقول لك خد الدليل اهو. بيشرح بالمنطق، يشرح لك الحاجه منطقيا، ما ينفعش يدي لك حاجه وتفضل تقول انا حاسس هنا في لعبكه، هنا في حاجه يعني ملخبطه هنا مش فاهمها. وبيقبل انك تناقشه. معظم الناس بتاعه مغالطه الاحتكام للسلطه ما بيحبوش حد يناقشهم، يعني انا قلت رايي عشان مشهور فانتهت، ما تناقشنيش. وده عكس تماما اللي بيقدموا الدليل. يبقى عكس بقى الصفات بتاعه الخبير اللي احنا قلناها دي، واللي هم الناس اللي بتطبق المغالطه. ايه هي او ايه الصفات اللي عكس دي؟ اسم كبير، شخص مشهور، مش بيشرح ولا بيقدم ادله، مش بيتناقش معاك، عكس اللي احنا قلناه على طول. فهنا تيجي المغالطه، انا مشهور، مش هشرح، مش هتناقش، هتاخد كلامي زي ما هو. مغالطه الاحتكام للسلطه. ليه الناس بتحب المغالطه دي، او بعض الناس بتحب المغالطه دي؟ وخلينا نقول هي ليه منتشره. رقم واحد، عند بعض الناس بتوفر مجهود التفكير، مش هقعد افكر كتير، الراجل ده مشهور وقال الكلام ده خلاص. تاني حاجه، بتدي احساس بالامان عند بعض الناس برضو، شخص مشهور فانا يعني ايه الى حد ما مطمن للكلام بتاعه، الدنيا حلوه يعني. تالت حاجه وهي المقارنه بينك وبينه، الراجل ده اكيد فاهم اكتر مني، اصل هو مشهور جاب متابعين ففاهم اكتر مني. دي بتحصل مع بعض الناس. بس المشكله كده يا صديقي في ايه؟ انك سلمت عقلك ووقفت تفكيرك تماما، خلاص اعتمدت على الثقه في حد تاني من غير ما تفكر، وبقيت تابع مش ناقد، يعني بقيت تابع لاي كلام هيقوله. مفيش مجال لانك تنتقد الكلام اللي هو بالمناسبه ممكن يكون غلط، عادي جدا يعني، سهله. تعالى بقى للمصيبه الكبرى، لا مش بقول لك تعالى لي، تعالى المصيبه الكبرى اللي احنا بنشوفها في السوشيال ميديا واعلانات المنتجات، واكبر تطبيق للمغالطه بتاعتنا دي. عندك اعلانات على السوشيال ميديا، واحد من المشاهير بيستخدم منتج معين، فده عند بعض الناس المنتج ده كده خلاص جامد. مع ان فكره الاعلانات ان ممكن حد يقدم منتج عادي جدا قصاد فلوس، ومعروف ان هو قصاد فلوس، وفي بعض المعلنين، مش هقول لك كله طبعا، انا والله اعرف اصحابي وانا واحد من الناس بفضل الله ما اعلنش عن حاجه الا لما اكون متاكد انها حلوه، واعرف كتير جدا من اصحابي كده بيجي لهم اعلان لمنتج وحش ما بيعملوهوش عادي جدا. بس في غيرك بيعمل كده، في ناس بتعلن لاي حاجه وبيكذب وبيحور عادي جدا جدا، مفيش مشكله. فدي نفس المغالطه، استخدام الشخص المشهور ده للحاجه مش دليل ابدا عن ان هي كويسه، هو تسويق ذكي منهم ان اختاروا حد مشهور يتكلم عن الحاجه دي، ثقه مستعاره، بيستغلوا اسم الشخص ده علشان يوصلوا لك المنتج ان في حد جامد بيستخدمه. فهنا دي المغالطه بتاعتنا. محتاج برضو اشوف دليل ان الحاجه دي جامده ان اكون انا استخدمتها او حد تاني. نفس الفكره، محتاج اسال واشوف في دليل ان هي جامده. حد بيقول لك على منتج مش عارف مين حطه على شعره طلع تاني يوم، عايز اشوف دليل على الكلام ده، عايز ابدا اقتنع، مش معنى ان الراجل المشهور استعمله ان خلاص الموضوع انتهى. نفس الفكره بالظبط. باختصار يعني كلام المشهور مش حجه، لازم يكون في سبب ودليل. ازاي نتجنب المغالطه دي؟ انا يعتبر قلت لك الكلام ده كله في الفيديو، يعني يعتبر قلت لك ازاي تتجنبها، كنت بقول المشكله والحل بس. خلاص اصهم لك كده ورا بعض بالراحه عشان نعرف ازاي نتجنب المغالطه دي في حياتنا عموما. يعني اول حاجه تسال الدليل فين على الكلام اللي بيتقال ده. تاني حاجه انت محتاج تفرق بين الراي والخبره، حد خبير في مجاله وحد تاني بيقول رايه عشان مشهور. على فكره الاتنين بيقولوا رايهم، بس في حد خبير في مجاله بيقول رايه بدليل، وفي حد مشهور بيقول رايه بس، انتهى الموضوع. تاخد كلام مين فيهم؟ الاولاني اللي هو بيقول رايه بس ومشهور بس، هات منه دليل عشان تقدر تعرف الكلام ده صح ولا غلط. تالت حاجه اسمع للخبير بس فكر بنفسك وحكم عقلك عشان تعرف تقرر صح. رابع حاجه واهم حاجه، ما تقدسش الاشخاص، عشان في اشخاص كتير جدا سواء مشهور او لا رايهم بيكون غلط، وفي مصالح شخصيه، وفي حاجات كتير بتحصل وراء الكواليس. ما تقدس شخص معين وبالتالي ما تقدس رايه، خد دليل وخد حجه عشان تتاكد ان الكلام ده صح بغض النظر مين قاله، حتى لو حد ما عندوش غير 2 متابعين. خليك فاكر دايما ان الناس بتغلط مهما كانت شهرتها. خليني بقى اديلك مثال عن مجال زي مجال الكورسات، والمغالطه اللي انا حكيت لك عليها دي بيقع فيها الناس كل شويه وعايزين يدخلوني في المغالطه دي. حد قابلني يقول لي في مركز فلاني الفلاني بيدي كورسات، ايه رايك فيه؟ انا ما شفتش المركز ده، لو قلت له حلو هيروح يحجز ليه ولكل زمايله، خلاص الزيرو قال لي حلو. ثانيه واحده بس، انا ممكن ما اكونش اعرف عنه حاجه، انا ممكن اكون متفق معاه اخد منه نسبه على الناس اللي هتيجي، انا ممكن اكون بكرهه فاقول لك مركز وحش. رايي هنا بدون دليل. لو انت خدت رايي لمجرد ان انا مشهور فانت كده وقعت في المغالطه بتاعتنا، خليت
السلطه تلغي التفكير والتجارب والدليل اللي انت محتاجه على كلامي، فالناس بتاخد الكلام ثقه. انا ما بقولكش ما تثقش في حد، بس بقول لك دايما فكر، خد راي الخبير وفكر. انا ممكن يكون في مصالح مشتركه بيني وبين الشخص، واقول لك مركز ممتاز، ولو رحت هناك وما اتعلمتش مش هترجع لي، هتقول لي يا عم هو ماله، كتر خيره رشح لي المكان ومشي. عشان كده انت محتاج انت بنفسك تشوف حد راح كورس هناك، جرب، يديك الفيدباك. وخصوصا الناس اللي بتعمل مشاكل معاهم، هم دول اللي يقولوا لك بجد هم كويسين ولا لا، مش حد مشهور يقول رايه وتمشي وراه وخلاص كده. في النهايه يا صديقي، مغالطه الاحتكام للسلطه مش بتظهر في النقاشات اليوميه والجدال اللي احنا بندخل فيه بس، لا، دي بتظهر في قراراتنا اليوميه. زي ما قلت لك كده من شويه، قرار ان انت هتاخد كورس مثلا، ممكن المغالطه دي توقعك في مكان، تضيع التحويشه اللي انت حوشتها لمجرد انك اعتمدت على راي حد مشهور، ما شفتش الدليل بنفسك، ما جربتش، ما سالتش، ما حكمتش عقلك. اخطر حاجه فيها من وجهه نظري انها بتخلي حد يفكر بدالك او ياخد القرار بدالك. لو عجبك الفيديو بتاعنا النهارده وعجبتك المغالطه، قول لي في التعليقات نكمل في السلسله دي ولا نقفلها، عشان في مغالطات كتير جدا يعني موجوده، ممكن نعمل عنها فيديوهات. واتمنى من الله الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واشوفكم مع فيديو جديد. السلام عليكم.